أكيد شفت خريطة الولايات المتحدة 1000 مرة، بس إيه رأيك لو قلت لك إنك عمرك ما بصيت عليها فعلاً؟ قرب أكتر وهتلاقيها ما بقتش منطقية. النوع ده من الجغرافيا عمرك ما تعلمتوه في المدرسة. رقم 50، بص على ركن الشمال الغربي من الولايات 48 المتصلة. خدت بالك من الحتة الصغيرة اللي نازلة تحت حدود كندا؟ دي بوينت روبرتس، واشنطن. أمريكا وكندا رسموا الحدود بتاعتهم على طول خط العرض 49، بس التقسيم المستقيم ده قطع طرف شبه جزيرة بالغلط. جزء صغير فضل أمريكي لكنه مفصول عن باقي ولاية واشنطن. ما فيش طريق بري مباشر للبر الرئيسي. الطريقة الوحيدة للدخول أو الخروج بالعربية هي إنك تروح شمال لكندا وبعدين ترجع تدخل أمريكا تاني قريب من بلاين. ده معناه إنه حوالي 1200 أمريكي لازم يعدوا حدود دولية مرتين عشان يوصلوا ولايتهم. الخدمات زي المية والكهرباء بتيجي من كندا، ولسنين طويلة العيال اللي في المنطقة كانوا بيركبوا أوتوبيس ويمروا على دولة تانية بس عشان يروحوا المدرسة. الخرائط ليها حدود وزوايا وسواحل، لكن في مكان واحد بيتميز بحاجة أصعب بكثير تلاقيها. رقم 49. لو قلت لك إن قلب أمريكا موجود في حقل قش في لبنان، هتصدقني؟ أقصد لبنان، كانزاس يعني. في مدينة عدد سكانها حوالي 200 شخص بس. ما فيش نصب تذكاري كبير ولا معلم سياحي. في أغلب الأيام الطريق الحصوي بيشوف رياح أكثر من العربيات. المكان ده اتحسب سنة 1918 لما المساحين قطعوا خريطة من الكرتون للولايات المتحدة المتجاورة ووزنوها على دبوس لحد ما لاقوا نقطة التوازن المثالية. النقطة دي بقت المركز الجغرافي للبلد. النهاردة مفيش أكتر من لوحة صغيرة وترابيزة بيكنيك على العشب بتحددها. معظم الأماكن بتقضي سنين بتحاول تبرز. المكان ده بالصدفة بقى لا ينسى. رقم 48. في مدن كتير بتتخانق سنين عشان يختاروا اسم لنفسهم، بس واحدة منهم استسلمت ببساطة. في جبال غرب كولورادو في مدينة اسمها نو نيم. حوالي 120 شخص عايشين هناك شرق جلينوود سبرينغز. أغلب الناس فاكرين إن طاقم الطريق السريع هو اللي سماها. القصة بتقول إن عامل ساب لافتة المخرج فاضية والاسم فضل كده. هي قصة حلوة بس كمان غلط. المؤرخين المحليين عندهم سجلات لناس كانوا عايشين هنا في سبعينات القرن 19. المكان اتسمى من زمان قبل الطريق السريع على اسم حور نو نيم ووادي نو نيم، والطريق اللي فيه اسمه نو نيم لين، وفيه بار ومطعم اسمه نو نيم. مدينة كاملة لابسة الاسم المؤقت بفخر. أوقات أشهر المعالم في أمريكا بتبدأ بمشكلة ما حدش فاكرها. رقم 47. أتلانتيك سيتي فيها أطول ممشى خشبي في العالم، وابتدأ كحل بسيط لمشكلة مزعجة. في سنة 1870 الرمل من الشاطئ كان دايماً بيتسحب لجوة الفنادق القريبة، فصاحب فندق محلي اقترح يبنوا ممشى خشبي على طول الشاطئ. أول نسخة من الممشى كانت عرضها 8 أقدام بس، وكل شتاء العمال كانوا يفكوه ويخزنوا الألواح لحد الموسم اللي بعده. الفكرة نجحت جدا لدرجة إنه الممشى الخشبي فضل يتوسع أكثر وأكثر. دلوقتي الممشى الخشبي ممتد حوالي 4 أميال في أتلانتيك سيتي، وبيوصل تقريبا ل5 أميال ونص لما يتوصل بمدينة فينتينيور اللي جنبها. مش كل حاجة على الخريطة أو العلم لسه موجودة في العالم الحقيقي. رقم 46. لو بصيت على علم ولاية كاليفورنيا هتلاقي دب جريزلي ماشي في النص. دور على نفس الدب ده في البرية ومش هتلاقيه. كاليفورنيا كانت زمان موطنا لآلاف من دبابة الجريزلي، لكن عقودا من الصيد والفخاخ قضت عليهم وخلاهم ينقرضوا. آخر دب معروف اتضرب بالنار في مقاطعة تولاري سنة 1922، وآخر مرة حد شاف دب كانت بعدها بسنتين في حديقة سيكويا الوطنية، وبعد كده اختفوا. كاليفورنيا ما سمتش دب الجريزلي الحيوان الرسمي للولاية غير سنة 1953، يعني تقريباً بعد 30 سنة من اختفائه. يعني الولاية اختارت كرمز ليها مخلوق كانت فقدته بالفعل. حتى الدب اللي على العلم والمعروف باسم مونارك قضى آخر سنينه في حديقة حيوان في المدينة. الخطوط اللي على الخريطة شكلها دايم، بس الطبيعة مش بتوافق على كده. رقم 45. نهر الميسيسيبي
مش عايز يفضل في مكان واحد. لمدة آلاف السنين كان دايماً بيتغير، بيسيب مجاريه القديمة وبيحفر مجاري جديدة، والضغط ده بيرجع يزيد تاني. فوق باتون روج في لويزيانا في نهر أصغر اسمه أتشافالايا، وده بيوفر طريق أقصر وأكثر انحداراً لخليج المكسيك، والمية دايماً بتاخد أسهل طريق، وده معناه إن نهر الموسيسبي كان المفروض يغير مجراه من عقود فاتت. لو ده حصل، مدن زي باتون روج ونيو أورلينز ممكن تلاقي نفسها جنب مياه راكدة، والاقتصاد المحلي هينهار. كل اللي محتاجينه هو فيضان كبير عشان يحصل التغيير ده. الحاجة الوحيدة اللي منع ده هي هيكل التحكم القديم في النهر، نظام خرساني اتبنى بواسطة فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي عشان يثبتوا النهر في مكانه. بعض أشهر المعالم في أمريكا عمرها ما بتتشاف. رقم 44، بعض من أكثر القمم إثارة على الساحل الشرقي مخفية تحت المياه. سلسلة من البراكين الميتة ممتدة لأكثر من 1000 ميل من نيو إنجلاند لحد برمودا. أقدم جبل بحري اسمه بير، مغطى بالشعاب المرجانية اللي عمرها آلاف السنين، وفيه كائنات بحرية غريبة بتطفو في المية الباردة حواليه. العلماء قدروا يستكشفوا القمم دي بس بالغواصات الروبوتية. في خرائط مفصلة للمريخ أكثر من السلسلة الجبلية دي تحت المية. السلسلة دي اتكونت من ملايين السنين لما أمريكا الشمالية اتحركت فوق نقطة ساخنة عميقة في الوشاح، وسابت وراها سلسلة جبال فضلت مستخبية تحت المحيط الأطلنطي من وقتها. لما نيجي نتكلم عن الحجم، في بعض مقاطعات أمريكا بتقرر تكبر الموضوع على الآخر. رقم 43، مقاطعة سان برناردينو مش عادية خالص. هي بتغطي أكثر من 20,000 ميل مربع، وده بيخليها أكبر من 9 ولايات أمريكية. ممكن تحط أي ولاية من رود آيلاند، ديلاوير، كونيتيكت، هاواي، نيو جيرسي، نيو هامشير، ماساتشوستس، ماريلاند وفيرمونت جوا حدودها، ولسه حيفضل فيها مساحة فاضية. هي بتمتد من طرف لوس أنجلوس لحد حدود نيفادا، وفي بعض المناطق ممكن نائب العمدة يقطع مسافة 100 ميل عشان يرد على مكالمة واحدة. بعض أعظم العجائب في البلد بتفضل المخفية لمجرد إنها بعيدة قوي. رقم 42، معظم الناس ما يعرفوش أكبر غابة مطيرة في أمريكا، هي تونغاس فوق في جنوب شرق ألاسكا. الغابة نفسها بتغطي حوالي 17 مليون فدان. حجمها الكبير صعب الواحد يتخيله. ممكن تحط سويسرا أو الدنمارك جوا حدودها. لسنين طويلة كانت تونغاس في قلب صراع مرير. عمال الأخشاب شايفين إنها مصدر لأخشاب قيمة من غابات معمرة، في حين إن دعاة الحفاظ على البيئة بيقولوا إن الأشجار دي لو اتقطعت عمرها ما هتتعوض تاني. بعض الأشجار دي كانت موجودة وقت ما كولومبوس أبحر لأمريكا. قرار واحد ممكن يشكل أمة لقرون. القرار ده كان ممكن يروح في اتجاه تاني. رقم 41، يتهيأ لك أن واشنطن العاصمة كانت دايماً مقدر ليها تكون عاصمة البلد، بس بعد الحرب الأهلية كان في حملة جدية لنقل العاصمة. السبب ورد بسيط، عاصمة على الساحل الشرقي البعيد ما كانتش منطقية لبلد بتتوسع بسرعة ناحية الغرب. كتير كانوا شايفين إنه مقر الحكومة لازم يقرب أكتر من النص، فعشان كده في سنة 1869 المؤيدين اتجمعوا في سانت لويس وقدموا المدينة كبديل مثالي. بس في الوقت ده واشنطن كانت خلاص بقت راسخة قوي. الحكومة كانت صرفت فلوس كتير على المباني الفيدرالية، ومن ضمنها القبة الجديدة اللي لسه مخلصة في الكابيتال. السياسيين في الشرق ما كانوش متحمسين قوي يسيبوا الحاجات دي. الفكرة كانت بتظهر كل شوية، بس دايماً كان بيحصلها نفس المصير، اتباني حاجات كتير قوي وبقى فيه قوة كبيرة، فعشان كده العاصمة فضلت في مكانها بالظبط. التاريخ مش دايماً بيحصل في الأماكن اللي بتتوقعها، أوقات حتى بيبدأ في بيت بني قديم. رقم 40، 1520، شارع سيدجويك له مكانة خاصة في تاريخ الموسيقى. في يوم 11 أغسطس 1973 كان في شاب اسمه كلايف كامبل أو دي جي كول هيرك عامل حفلة رجوع للمدرسة، وهو بيعمل دي جي لاحظ إنه الناس بتتحمس جدا وقت الفواصل القصيرة بتاعة الدرامز في الأغاني، فبدأ يطول الفواصل دي باستخدام نسختين من نفس الأسطوانة علشان يعيدهم ورا بعض، ومن غير ما ياخد باله الهيب هوب بتولد. محدش كان عنده فكرة إنهم بيشهدوا بداية حاجة مميزة. من العنوان ده في البرونكس انتشرت ثقافة كاملة في العالم كله.
مكان واحد على الخريطة، غير الموسيقى للأبد. والخريطة كمان بتعمل حركات غريبة بولايات كاملة. رقم 39. ميشيغان محاطة بكندا، شمال، شرق، جنوب وغرب. في أي اتجاه تبص هتلاقي كندا. ده شكله مستحيل، بس كله بسبب البحيرات العظمى. شبه جزيرتين ميشيغان بيحيطوا بالمياه، وأراضي كندا بتبقى حوالين ميشيغان من كل ناحية تقريباً. بس ده مش أغرب حاجة. لو سقت جنوب مباشرة من وسط مدينة ديترويت مش هتدخل أكتر جوه أمريكا، هتعدي النهر وتدخل ويندسور، أونتاريو. يعني ديترويت فعلاً موجودة شمال كندا. مفيش ولاية تانية محاطة بالشكل ده. كل شكل غريب على الخريطة وراه حكاية. الحكاية دي وراها واحد عنيد جداً. رقم 38. ولاية ميزوري عندها جزء صغير غريب متدلي من طرفها الجنوبي نازل لتحت في مكان المفروض يكون أركنساس. الناس بيسموه كعب الجزمة، وده موجود بسبب مالك أرض عنيد اسمه جون هاردمان ووكر. لما كانوا بيرسموا حدود ميزوري في أوائل القرن ال19 هو ضغط جامد علشان يتأكد إن أرضه تفضل جوه الولاية. هو ضغط على الكونغرس لحد ما الحدود اتعدلت ناحية الجنوب علشان تضم أرضه. إصرار رجل واحد ممكن يغير خريطة كاملة. وفي معالم بتبقى مشهورة لدرجة إن محدش بياخد باله إنها في الحقيقة كذبة. رقم 37. الكل فاكر إن جراند كانيون هو أعمق نقطة في أمريكا، لكن كانيون الجحيم بيعدي على حدود أيداهو وأوريغون، ونهر سنيك نحت فيه على مدار ملايين السنين. بينزل حوالي 8000 قدم من الحافة للنهر، وده أعمق بحوالي 2000 قدم من جراند كانيون. بس أكتر المناظر الدرامية مش دايماً اللي تقدر تشوفها. رقم 36. من أول نظرة خليج مونتيري في كاليفورنيا شكله هادي وساكن، بس تحت الأمواج فيه وادي عمقه ميل كامل. وادي مونتيري بيقطع تقريباً 100 ميل عبر قاع البحر، وبينزل لتحت على طول لحد الظلمة التامة. الوادي بيتحرك باستمرار بسبب الانهيارات الأرضية تحت المية اللي بتحصل بشكل منتظم وبتغير شكل قاع البحر كل كم شهر. أي حاجة تتعلق في واحد منهم ممكن تتسحب للعمق. في أرقام بتبان مش حقيقية لحد ما تشوف الدليل. رقم 35. كنتاكي فيها حوالي 4.5 مليون شخص، وكمان فيها حوالي 16 مليون برميل بوربون بيتعتق، يعني أكثر من 3 براميل لكل ساكن. معظم البراميل دي متخزنة في مخازن خشب ضخمة اسمها ريك هاوس، واللي بتكون الأدوار فيها مليانة براميل لحد السقف من معامل تقطير زي جيم بيم وميكرز مارك. المخازن دي ممتدة في كل أنحاء الولاية، وبتحول المناطق الريفية الصغيرة لصناعة عالمية بتساهم بحوالي 9 مليار دولار في السنة لاقتصاد الولاية. وفي الليالي الهادية جنب الريك هاوس فعلاً ممكن تشم ريحة الويسكي وهو بيتبخر في الهواء، وده اللي معروف باسم نصيب الملائكة. أغلب الأماكن بتتأقلم مع الجغرافيا. المكان ده غير التوقيت بدل كده. رقم 34. نيفادا بتشتغل على توقيت المحيط الهادي ما عدا مدينة صغيرة واحدة، ويست ويندوفر، موجودة على حدود يوتا وبتظبط ساعتها على التوقيت الجبلي، وده بيخليها متقدمة ساعة كاملة عن باقي نيفادا. السبب هو الفلوس. ويست ويندوفر مدينة كازينوهات في وسط الصحراء الفاضية. تقريباً كل اللي بييجوا يلعبوا فيها جايين من سولت ليك سيتي اللي على الناحية التانية من الحدود في يوتا. بس لسنين طويلة كونها متأخرة ساعة عن زباينها الأساسيين كان بيعمل مشاكل على طول. مواعيد الإغلاق، جداول الأوتوبيسات، وأوقات الذروة في القمار عمرهم ما كانوا متوافقين. فعشان كده في سنة 1999 المدينة طالبت تغير المنطقة الزمنية عشان تبقى زي زباينها، وفعلاً اتوافق على الطلب. دلوقتي ويست ويندوفر بقت مدينة قمار وحاجة غريبة في الولاية، بس في شوية حاجات من تاريخ أمريكا بتحصل بطرق بسيطة جداً. رقم 33. العلم الأمريكي، حاجة أيقونية جداً. بس كنت تعرف إنه 50 نجمة اللي في العلم بدأوا كمشروع مدرسي؟ سنة 1958 روبرت جي هيفت اللي كان عنده 17 سنة قدم التصميم ده كجزء من واجب التاريخ، وخد عليه تقدير بناقص. المدرس قال له إن كان فيه 48 ولاية بس وقتها. بس روبرت كان مؤمن بعلمه. مدرسة
قال له لو العلم اتقبل من الكونغرس هيديله تقدير A. فبقى عند روبرت مشروع جديد، بعت علمه للسيناتور المحلي وبدأ حملة عشان يتقبل. بعد سنتين ألاسكا وهاواي بقوا ولايات. التاريخ لحق التصميم، وروبرت هيفت خد تقدير الA بتاعه. النهاردة علم 50 نجمة هو أطول نسخة استمر استخدامها في تاريخ البلد. مش وحش أبداً كمشروع مدرسي. في تغييرات بتاخد سنين عشان نلاحظها، وفي تغييرات بتحصل فجأة. رقم 32. في سنة 1932 مدينة كاملة صحيت لقت نفسها في ولاية تانية. المدينة كانت تكسوما، نصها في تكساس ونصها في أوكلاهوما. اسمها فعلاً بيجمع بين الولايتين، ولسنين الحدود كانت ماشية في نص المدينة بالضبط. وبعدين مسح جديد كشف إنه الخط كان غلط، وفجأة الحدود تحركت للجنوب في ليلة وضحاها. فجأة البنك ومكتب البريد ومعظم المحلات بقوا في ولاية مختلفة تماماً. وحتى النهاردة منطقة مدرسية واحدة بتخدم الناحيتين. الأطفال في المدرسة ممكن يمشوا من فصل في أوكلاهوما لملعب كورة في تكساس ويعدوا خط الولاية من غير ما ياخدوا بالهم. رقم 31. الولايات المتحدة ما عندهاش لغة رسمية، وده لأن الكونغرس ما كانش عايز يبعد المواطنين الأوائل اللي كانوا بيتكلموا ألماني أو هولندي أو فرنسي. الإنجليزي كان بس اللغة الشائعة. وفضلته كده لحد 1 مارس 2025 لما الرئيس دونالد ترامب وقع أمر تنفيذي بيقول إنه الإنجليزي بقى هو اللغة الرسمية للولايات المتحدة. مع إنه مش قانون، الوكالات الفيدرالية لازم تستخدم الإنجليزي في أنشطتها اليومية. بس بعض أغرب القصص الأمريكية مش من صنع الإنسان أصلاً. رقم 30. في شمال شرق يوتا نهر جرين مش فارق معاه التضاريس. بدل ما يمشي حوالين جبال يوينتا بيعدي من نصها على طول. ولسنين محدش كان عارف إزاي. وبعدين في أوائل 2026 الباحثين حلوا اللغز. كتلة صخرية كثيفة غاصت عميقاً تحت الأرض وسحبت الجبال معها لتحت. النهر فضل ماشي في مساره الأصلي بينحت نفس الطريق طول الوقت. بعدين القمم ارتفعت تاني حواليه. أحياناً الجيولوجيا مش محتاجة آلاف السنين عشان تغير منظر الأرض، ممكن تعمل كده في أيام بس. رقم 29. أراضي شاب لاندز في شرق واشنطن شكلها كأنها كوكب تاني. أغلب المنطقة أراضي زراعية، لكن هنا الأرض قاحلة وفاضية. منحدرات بتنزل لمئات الأقدام، شلالات ضخمة نشفت. في الحقيقة كان في واحد منهم أكبر من شلالات نياجرا. المنطقة كلها مليانة قنوات فيضانات جافة وأودية وشلالات. جيوكود الجيولوجيين أصروا إنها تكونت ببطء، لكن عالم واحد جي هارلم بريتس كان له رأي تاني. هو قال إنه فيضان كارثي هو اللي خلق كل ده مرة واحدة، وطلع عنده حق. في نهاية العصر الجليدي الأخير بحيرة ضخمة كسرت السد الجليدي بتاعها مرة ورا الثانية. جدران ضخمة من المية جريت عبر المنطقة وشالت التربة وكشفت الصخور العارية في أيام قليلة. بعد عقود بريتز اتكرم بميدالية بايان روز، أعلى وسام في علم الجيولوجيا، قبل ما يتوفى بسنتين وهو عنده 98 سنة. أحياناً النسخة الأشهر من التاريخ بتكون هي الأقل دقة. رقم 28. هوليوود بتصور رعاة البقر كأنهم شخصيات وحيدة بتتجول في السهول، لكن القصة الحقيقية أكثر إثارة بكتير. بعد الحرب الأهلية بدأت قطعان الماشية تتحرك شمالاً من تكساس ناحية السكك الحديدية، وفي كتير من الرحلات دي كان 1 من كل 4 رعاة بقر تقريباً من السود. بعضهم اتولدوا عبيد وبعد كده بقوا من أمهر الفرسان في السهول. في عز رحلة نقل الماشية كان فيه ما بين 5000 ل 9000 راعي بقر أسود بيشتغلوا في المراعي وبيتعاملوا مع الماشية. راعي بقر أسود اسمه بيل بيكت اخترع تقنية في مسابقات الروديو اسمها مصارعة العجول، واللي لسه بتتعمل لحد النهاردة. كمان كان أول لجم راعي بقر أسود يظهر في الأفلام في العشرينات. واحد تاني اسمه باس ريفز هرب من العبودية وبقى نائب مارشال أمريكي. مش كل مكان في أمريكا متسمي بعناية. في مدن اسمها بيجي لما الكل يرفع إيده. رقم 27. في مدينة في نورث كارولاينا اسمها واينوت، والاسم جه من الإحباط التام
لما السكان تجمعوا عشان يسموا المدينة، كل اقتراح كان بيعمل خناقة جديدة. عدت ساعات ومحدش قدر يتفق. في الآخر واحد من السكان اللي تعبوا رفع إيده وقال: ليه ما نسميهاش واي نوت وخلاص؟ الناس وافقوا وخلاص كده. والزوار دايما بيقفوا يصوروا لفتة المدينة قبل ما يكملوا طريقهم ناحية مدينة إيرا القريبة في نورث كارولاينا. أوقات كتير أحسن أسماء المدن بتحصل بالصدفة. أمريكا معروفة بحبها للأكل السريع، عشان كده المعلومة الجاية دي مفاجئة جدا. رقم 26: ماكدونالدز، واحدة من أشهر العلامات التجارية في العالم، لدرجة أنك تحس إنها موجودة في كل شارع. فيه أكثر من 13,000 فرعاً لماكدونالدز في أمريكا، لكن المكتبات الأمريكية لسه أكثر منهم، بعدد فروع وعربيات كتب أكثر من 17,000. يعني قدام كل قوس ذهب لماكدونالدز فيه أكثر من مكتبة. وفي بعض المجتمعات المكتبات دي مش بس أماكن تاخد منها كتاب، بعض المكتبات بتسلف أدوات وبذور وسنارات صيد وتلسكوبات. الحاجات دي مش هتلاقيها في وجبة هابي ميل. عندك فكرة إيه أكتر اسم مدينة منتشر في أمريكا؟ يلا نعرف مع بعض. رقم 25: لو قررت تزور كل مدينة في أمريكا اسمها واشنطن، هتاخد منك تقريباً 3 شهور، بوجود 88 مدينة اسمهم واشنطن في كل أنحاء البلد. ده أكتر اسم مدينة منتشر في أمريكا بفارق كبير. اللي بدأ كتحية وطنية اتحول لصيحة على مستوى البلد وما بطلش أبداً. في المركز الثاني مدينة سبرينغفيلد ب41 مدينة. يعني بعد أكثر من 200 سنة جورج واشنطن لسه بيأثر في أمريكا، في أماكن بتاخد اسمها من التاريخ وأماكن تانية بتاخده من طريقتها. رقم 24: عشان توصل ألمي، كولورادو، لازم تطلع لفوق. على ارتفاع حوالي 10,600 قدم فوق سطح البحر، ألما، كولورادو، هي أعلى بلدة مسجلة رسمياً في أمريكا. حوالي 300 شخص عايشين هناك طول السنة، وبيتعاملوا مع الهواء الخفيف وشتاء قاسي جداً. الشارع الرئيسي هناك أعلى من قمة جبل ميتشل، اللي هو أعلى جبل شرق نهر الميسيسيبي بحوالي 4,000 قدم. البار المحلي هناك بيقول إنه أعلى بار في أمريكا، والزوار بسرعة بيكتشفوا إنه الارتفاع بيخلي البيرة الواحدة تحسسك إنك شربت 3. كل مدينة ليها بداية. المدينة الجاية بدأت بمغامرة. رقم 23: مدينة شولو في أريزونا، اتسمت على اسم لعبة ورق كانت فيها مخاطرة كبيرة. 2 من أصحاب المزارع اختلفوا وما قدروش يقرروا مين فيهم ياخد المزرعة. بدل ما يروحوا المحكمة ويتخانقوا، قرروا يحسموها بسحبة ورقة واحدة. المزرعة هتروح للي يسحب أقل ورقة. واحد منهم قلب ورقة، 2 الكبة، وكسب كل حاجة. اللي خسر مش بعيد، وإيد الكسبان هي اللي سمت المدينة اللي هتتبني بعد كده. النهاردة الشارع الرئيسي اسمه 2 الكبة، ورمز ال2 الكبة موجود على كل يافط المدينة. بيقولوا إن الحياة دايماً بتلاقي طريقها، والمكان اللي جاي ده أكبر دليل. رقم 22: في صحراء نيفادا، فيه شق ضيق في الصخرة بيوصل لكهف عميق مليان مياه اسمه حفرة الشيطان، وفيه ساكن واحد هناك، سمكة الشيطان الصغيرة. السمك ده نادر جداً ومش موجود في أي مكان تاني في العالم. النوع كله بيعتمد على شريط رفيع من المية اللي عليها شمس على طرف الهاوية. النهاردة فاضل حوالي 200 سمكة بس، والتغيرات المناخية الشديدة بتعرض السرب لخطر الانقراض. معظم المجتمعات بتتأقلم مع الأرض اللي تحتهم، لكن في مجتمع قرر إنه التنقل أسهل. رقم 21: في أوائل القرن 19 عمال المناجم اكتشفوا أغنى خام حديد في العالم تقريباً تحت مدينة هابينغ في ولاية مينيسوتا. الاكتشاف كان قيماً جداً لدرجة إنهم لازم يحصلوا عليه، فقرروا ينقلوا المدينة. العمال رفعوا البيوت والفنادق وحتى المدارس وحطوهم على بكرات. الخيل ومحركات البخار سحبوا المباني بالكامل لمسافة تقرب من 2 ميل لمكان جديد. بعد كده عمال المناجم بدأوا يحفروا في موقع المدينة القديمة. النقل استغرق سنين، لكن كتير من المباني دي لسه واقفة لحد النهاردة. العصر الجليدي غير شكل القارة، ومع ذلك في جزء واحد عدى من غير ما يتأثر. رقم 20: خلال العصر الجليدي الأخير الأنهار الجليدية مرت على معظم أنحاء الغرب الأوسط الأعلى، لكنهم فوتوا منطقة واحدة بالكامل.
المكان ده معروف باسم منطقة دريفتلس، والجزء ده من الأرض ممتد عبر أجزاء من ويسكونسن، مينيسوتا، آيوا وإلينوي. في الوقت اللي الأنهار الجليدية سوت الأرض حواليها، الجليد اتقسم وتحرك حوالي المنطقة دي. المنحدرات الحادة خدت مكان الأراضي الزراعية المسطحة. الوديان العميقة بتشق طريقها وسط التلال، جداول التروت الباردة والكهوف المخفية وينابيع الحجر الجيري منتشرة في المنطقة. ده اختلاف كبير عن حقول الذرة اللي حواليها في أماكن في أمريكا اسمها حرفي فعلاً. رقم 19. أهلاً بيك في باب الموت. مضيق ضيق بيربط خليج جرين ببحيرة ميشيغان، وهو مليان تيارات قوية وشعاب مخفية. ومع العواصف المفاجئة الممر ده بسرعة بقى مقبرة للسفن. البحارة الفرنسيين كانوا خايفين منه لدرجة إنهم سموه بورت دومور أو باب الموت. النهاردة فيه منارات بتحرس المعبر، لكن حطام السفن لسه موجود تحت الأمواج. عمرك ما تحكم على الحاجات من شكلها. المثال الجاي أكيد بيثبت كده. رقم 18. مستنقع The Great Dismal بيقع بين فيرجينيا ونورث كارولاينا، وجواه في بحيرة دروموند، بحيرة طبيعية مليانة مياه غامقة لونها زي الشاي. المية العكرة دي طلعت لها قيمة. في السفن الخشبية الشراعية المية كانت بتبوظ بعد أسابيع قليلة، لكن المية اللي كانوا بياخدوها من المستنقع ده كانت بتفضل طازة لشهور. المواد الطبيعية اللي اسمها التانين من أشجار السرو والعرار كانت بتبطئ نمو البكتيريا. عشان كده المستنقع بقى مصدر موثوق لمية الشرب في الرحلات الطويلة. بعد كده جورج واشنطن حاول ينشفه علشان يحوله لأراضي زراعية، والعبيد الهاربين بنوا مجتمعات في الجزر المعزولة اللي فيه. في أماكن كده تحس إن الطبيعة لخبطت التعليمات بالغلط. رقم 17. جنب مدينة بوفالو في نيويورك فيه شلال صغير مخبي شعلة أبدية. الغاز الطبيعي بيتسرب من شقوق في الصخر وبيغذي نار مستخبية جوه تجويف طبيعي. الشعلة طولها كام بوصة بس، لكنها بتولع على بعد أقدام من المية الجارية. العلماء لسه محتارين منها، لأن الصخور اللي حواليها أبرد من أغلب الأماكن اللي بتحصل فيها نيران طبيعية. الشعلة أحياناً بتطفي، ولما ده بيحصل المتنزهين اللي بيعدوا بيشعلوها تاني. فاكر إنك عارف عدد البحيرات العظمى؟ فكر تاني. رقم 16. لمدة 18 يوم في سنة 1998 الولايات المتحدة كان عندها رسمياً 6 بحيرات عظمى. بحيرة شامبلان في فيرمونت حصلت على اللقب بعدما سيناتور أضاف بند في مشروع قانون فيدرالي. الرئيس كلينتون وقع عليه وبقى قانون. وفجأة البحيرات العظمى المشهورة كان عندها عضو جديد، والاعتراضات كانت فورية. شامبلان كانت أصغر بكتير من أي واحدة من ال5 الموجودين، والمشرعين من الغرب الأوسط ما كانوش مبسوطين إنهم يشاركوا النادي. بعد 18 يوم بس الكونغرس رجع في قراره. بحيرة شامبلين فقدت وضعها، لكن فيرمونت احتفظت بالتمويل الفيدرالي اللي جالها بسببه، يعني على الأقل كان فيه مكافأة. التاريخ مليان لحظات درامية. القصة دي عن اللي حصل بعد ما الكل بطل يركز. رقم 15. في سنة 1861 مجتمع صغير في نيويورك خد قرار كبير. تاون لاين صوتت إنها تسيب الولايات المتحدة وتدعم الكونفدرالية. الخطوة دي ما كانش ليها معنى كبير. المدينة كانت جنب بوفالو وعلى بعد حوالي 1000 ميل من الجنوب، ومع استمرار الحرب الناس اتشتتت بسبب إن البلد كانت بتتقطع من بعضها، فالجميع نسي ولاءهم. عدت عقود ومدينة تاون لاين عمرها ما رجعت رسمياً للاتحاد. وبعد 85 سنة في سنة 1946 حد أخيراً سأل السؤال. حتى الرئيس ترومان بعت جواب يشجع السكان إنهم يحسموا الموضوع، فناس المدينة صوتوا وقرروا يرجعوا للاتحاد. أوقات المشكلة ممكن تكون بتتكون من آلاف السنين. رقم 14. المية بتدخل بحيرة الملح الكبرى في يوتا وما بتخرجش منها، فكل نهر بيصب فيها بيسيب وراه المعادن. وبما إن البحيرة ملهاش مخرج للمحيط، المعادن دي عمرها ما بتخرج. المية بتتبخر لكن الملح بيفضل. على مدار آلاف السنين البحيرة بقت أملح بكتير من البحر. اللي بيعوم فيها بيقدر يطفو فوق المية زي الفلينة.
تقريباً مفيش حاجة بتعيش هناك غير الجمبري الملحي. وكمان في سد السكة الحديد اللي بيقسم البحيرة نصين، وبما إن الجانبين بالكاد بيتخلطوا فغالباً ناحية بتبان أزرق مائل للأخضر والتانية بتبقى وردي فاقع. بس كل المعادن دي جابت معاها مشكلة كبيرة. في منتصف العشرينيات من القرن ال21 البحيرة صغرت ووصلت لأقل مستوى ليها في التاريخ. قاع البحيرة اللي اتكشف بدأ يرسل غبار فيه زرنيخ ناحية مدينة سولت ليك، وده أجبر المسؤولين يراقبوه زي ما بيراقبوا تهديدات الطقس. ومع زيادة استخراج المعادن الظروف حتسوء أكتر وأكتر، بس أوقات الطبيعة بتحب تغير الأمور شوية. رقم 13 بحيرة مونو في كاليفورنيا، بنت غابة من الحجارة. ينابيع غنية بالمعادن بيطلع من قاع البحيرة، وبتكون أبراج غريبة من الحجر الجيري اسمها توفا. لمئات السنين كانت الأبراج دي بتكبر تحت السطح بعيداً عن الأنظار. بعدين لوس أنجلس حولت مجاري المياه اللي بتغذي البحيرة، ولما منسوب المياه قل الأبراج دي ظهرت وخلقت غابة كاملة من الحجارة. وفي الآخر المحكمة أمرت لوس أنجلس تقلل من تحويلات المياه بتاعتها، وبدأ منسوب البحيرة يعلى تاني. معظم الكوارث بتحصل في يوم واحد، لكن الكرفة الجاية دي أخذت أجيال. رقم 12 من قرن فات جزيرة هولاند كانت مجتمع مزدهر في خليج تشيسابيك في ماريلاند، وكان فيها حوالي 360 ساكن، وكان عندهم كل اللي محتاجينه: بيوت، محلات، كنيسة، مدرسة، وفريق بيسبول. النهاردة الجزيرة تقريباً اختفت. الجزيرة كانت قائمة على طين وطمي ناعم، والخليج كان بيأكل فيها شوية بشوية. العائلات بدأت تنقل بيوتها الخشبية على البر الرئيسي واحد ورا الثاني مع انكماش المدينة. فيه بيت واحد فضل صامد أكثر من الباقي، صاحبه حوطه بأكياس رمل عشان يمنع المية تدخل. وبعدين في 2010 آخر بيت في جزيرة هولاند وقع في الخليج. وقت الجزر لسه في شواهد قبور متشققة طالعة من المية في المكان اللي كان فيه مقبرة الكنيسة زمان. مفيش ألغاز أكتر. إحباط من دليل من غير تفسير. رقم 11 في ريس تراك بلايا في وادي الموت، صخور ثقيلة بتتزحلق لوحدها عبر الصحراء وبتسيب وراها مسارات طويلة ومتعرجة. بعض الصخور دي وزنها مئات الأرطال، ومع كده بتتحرك بسهولة فوق الطين الجاف. ولسنين طويلة محدش قدر يفسر ده. ما كانش فيه أي آثار أقدام ولا ناس بتعمل مقالب، بس صخور بتتحرك فوق قاع بحيرة فاضي. الناس لامت الرياح القوية أو القوى المغناطيسية أو حتى الكائنات الفضائية. وبعدين في سنة 2014 العلماء شافوا الموضوع بيحصل بعنيهم. بعد المطر بيتكون طبقات رفيعة من الثلج بالليل، وبالصبح الثلج بيتكسر وبيطفو فوق الطين الزلق. حتى نسمة هواء بسيطة ممكن تدفعه، والصخور بتتحرك معها كمان. ودلوقتي أصغر المجتمعات غالباً بيكون لها قصة رعب. رقم 10 مقاطعة كالاواو في هاواي، فيها أقل من 100 ساكن. دلوقتي لمدة أكتر من قرن ده ما كانش اختيار، ومحدش كان مسموح له يمشي. لأكتر من قرن كانت بتستخدم كمستعمرة للجذام. المرضى كانوا بيتاخدوا من عائلاتهم ويتبعتوا هنا. كاهن بلجيكي اسمه الأب داميان جه علشان يعتني بالمرضى. فضل هناك سنين قبل ما يصاب بالمرض بنفسه، وفي الآخر مات هناك. وبعد أكثر من قرن تم إعلان قداسته كقديس. لما مدينة بتحتاج حاجة هتعمل كل حاجة علشان تحصل عليها. رقم 9 سنة 1938 ماساتشوستس مسحت 4 مدن من على الخريطة: دانا، أنفيلد، غرينويتش، وبريسكوت. كلهم اختفوا. بوسطن كانت محتاجة مية أكتر، فالدولة غرقت وادي كامل علشان تعمل خزان كوابين. عائلات اضطرت تسيب بيوت أجدادهم اللي بنوها. المباني اتدمرت والمقابر اتشالت، حتى الموتى اضطروا يتنقلوا. بعدين الوادي اتقفل واتأب يتملى. النهاردة الخزان بيوفر مية شرب لملايين حوالين بوسطن، وفي السنين اللي بيكون فيها جفاف شديد الطرق القديمة والأساسات الحجرية بتبان. أوقات أحسن طريقة تفهم بيها الخريطة هي تبص عليها من فوق. رقم 8 أغلب الناس بتتخيل جورجيا أراضي زراعية متدحرجة وبساتين خوخ. بعدين بيشوفوا براستاون بولد،
بارتفاع يقرب من 4800 قدم، ده أعلى نقطة في الولاية. في يوم صافي تقدر تشوف 4 ولايات في نفس الوقت: جورجيا، تينيسي، كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية. أوقات الناس ممكن يشوفوا أتلانتا من على بعد حوالي 80 ميل. المظاهر ممكن تكون خادعة، وفي الحالة الجاية دي خادعة جداً. رقم 7، باندو شكله زي غابة، بس هو مش كده. على مساحة حوالي 100 فدان من تلال يوتا فيه حوالي 47 ألف شجرة حور رجراج، كل جذع فيهم متطابق جينياً ومتصل بنظام جذري واحد تحت الأرض. الغابة الضخمة دي كائن حي واحد. العلماء بيعتقدوا أن جذوره عاشت آلاف السنين. من حيث الوزن ممكن يكون أثقل كائن حي على وجه الأرض، أثقل من الحوت الأزرق أو السيكويا العملاقة، لكنه مهدد بالخطر. الغزلان والجفاف والأمراض بيأثروا عليه تدريجياً، وده أدى لجهود للحفاظ عليه وإنشاء مناطق محمية اللي فيها البراعم الصغيرة بتطلع من جديد. مش كل حاجة بتنجو من العصر الجليدي، في حاجات قليلة بس بترفض تمشي. رقم 6، أعلى جبل في فيرجينيا فيه غابة مفقودة قريب من قمة دوبلي روجرز، فيه جزء فيه أشجار التنوب والشوح. ده نوع الغابات اللي ممكن تتوقع تلاقيه على بعد مئات الأميال شمالاً في كندا. دي بقايا من العصر الجليدي. لما الأنهار الجليدية انسحبت، أغلب الغابات اللي بتحب البرد دي اختفت من الجنوب، لكن جبل روجرز فضل بارد كفاية علشان يحافظ على جزء صغير باقي منها. النهاردة الماشيين على درب الأبلاش بيطلعوا من غابات الأشجار الصلبة، وفجأة بيلاقوا نفسهم محاطين بأشجار شبه برية الشمال. معظم المدن والبلدات مصممة علشان التجارة أو المرور أو النمو، لكن المدينة دي كان ليها هدف مختلف تماماً. رقم 5، بلدة كيرفري في أريزونا فعلاً واخدة اسمها بجدية. شوارعها فيها إيزي ستريت، بوهم رود، ونونشالانت أفينيو. المدينة كلها تصممت علشان تبطئ الإيقاع. المطورين بنوها في الخمسينات كمكان هادي بعيد عن حياة المدينة، والفكرة فضلت مستمرة حتى لما تدي وصف للطريق هنا بتحسها هزار. لف شمال على إيزي ستريت وبعدين يمين على ترانكويل تريل، بس ده فعلا الطريق. وده مش الميزة الوحيدة كمان، مركز المدينة فيه واحدة من أكبر الساعات الشمسية في نصف الكرة الغربية، وكل شوية غلطة واحدة ممكن تعمل سلسلة من الأحداث محدش كان يتوقعها. رقم 4، في سنة 1980 طاقم حفر نفط خرق قاع بحيرة بين في لويزيانا واكتشف منجم ملح. أول ما الحفار اخترق القاع، البحيرة بدأت تفرغ ميتها. دوامة عملاقة تكونت وابتلعت منصة الحفر، وبعدها المواعين، وبعدين الأشجار، وجزء من جزيرة قريبة. حتى القناة غير اتجاهه واندفع راجع لجوه الحفرة اللي بتكبر. وللحظة قصيرة التدفق ده عمل أطول شلال في لويزيانا، ولحسن الحظ ما حدش مات. ولما الفوضى خلصت، بحيرة بان بقت أعمق بحيرة في الولاية. بس بعض الإنجازات بيجي جنبها علامة نجمة. رقم 3، أعلى نقطة في أغلب الولايات بتكون فوق جبل معايدن كونيتيكت. أعلى نقطة فيها موجودة في نص منحدر جبل فريزل. القمة الحقيقية موجودة على طول الحدود في ماساتشوستس، يعني أعلى ارتفاع في كونيتيكت تابع لجبل بتاع ناس تانية. ده شبه إنك تتفاخر إن عندك أطول مبنى في المدينة وإنت أصلاً ما عندكش غير الدور الثالث بس. كل ثقافة عندها حكايات وأساطير، وأوقات بيكون فيها جزء من الحقيقة. رقم 2، لأجيال طويلة الشعوب الأصلية حكوا قصة عن جسر طبيعي بيعدي فوق نهر كولومبيا. الناس كانوا ممكن يمشوا فوق النهر على أرض ناشفة. بالنسبة لكتير من الناس كانت القصة دي شكلها أسطورة، وبعدين الجيولوجيين اكتشفوا دليل على انهيار أرضي ضخم كان في يوم من الأيام سد النهر بالكامل. الحطام عمل سد طبيعي كبير لدرجة إنه الناس قدروا يعدوا نهر كولومبيا على رجليهم، وفي الآخر النهر كسر السد ورجع لمجراه والجسر اختفى، لكن الذكرى لسه موجودة. النهاردة في جسر حديدي واقف تقريبا في نفس المكان بالضبط، وبرغم إننا عايشين في عالم متصل لسه في مكان واحد العالم الحديث بيختفي فيه. رقم 1، أكثر مكان نائي في الولايات المتحدة السفلية 48 موجود في أعماق يلوستون. بس الوصول لهناك مش سهل.
المنطقة المعروفة باسم ثوروفير هي أبعد نقطة عن أي طريق في أمريكا. عشان توصل هناك لازم تمشي أكثر من 20 مايل. في البرية ما فيش شبكة موبايل ولا مراكز حراس الحديقة، وكمان ما فيش طريقة سهلة للخروج. الطريق بيعدي على أنهار ومروج مفتوحة وغابات كثيفة، وكمان فيه واحدة من أعلى تجمعات دببة الجريزلي في البلد. حراس الحديقة لازم يوصلوا هناك على ظهر الخيل، والرحلة بتاخد يومين كاملين. في بلد كله متوصل بطرق سريعة ومطارات وأبراج موبايل، منطقة ثوروفير دي لسه حاجة نادرة، مكان فعلاً بتكون فيه لوحدك. شكراً إنكم انضميتوا لي النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، ولو حابين تشوفوا فيديوهات زي دي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الإشعارات، فعلاً بيفرق كتير. شكراً تاني، وأشوفكم المرة الجاية في ماب باك.